السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهروب، إدمان الانشغال. أهلا وسهلا بيكم في الحلقة 9 من سلسلة شفاء الروح. مش كل واحد مشغول ناجح، وفي ناس مشغولة طول الوقت، بس الحقيقة إن هي بتهرب. مش بتهرب من الناس، ولكن بتهرب من نفسها. في نوع من الهروب شكله محترم قوي، محدش بينتقده، بل بالعكس المجتمع بيكافئه. الشخص دايما مشغول، جدوله مليان، بيرد متأخر لأنه مضغوط، بيسهر لأنه منتج، يمسك الموبايل أول ما يصحى وآخر حاجة قبل ما ينام. من بره شكله منظم وناجح مسؤول، ولكنه من جوه تايه. الهروب مش دايما بيبقى مخدرات أو علاقات مؤذية، أحيانا بيكون إنتاجية زائدة، انشغال دائم، ضوضاء مستمرة طول الحياة. في علم النفس في مفهوم اسمه التجنب التجريبي، معناه إن الإنسان ما بيهربش من الموقف، هو بيهرب من الإحساس. مش عايز أحس بالوحدة، أفتح أي شات. مش عايز أحس بالرفض، أشتغل لغاية الإنهاك عشان أثبت قيمتي. مش عايز أواجه أحزاني، أضحك وأهزر طول الوقت. مش عايز أحس بفراغ الداخلي، أملى يومي بأنشطة حتى لو ما بحبهاش. المشكلة إن المشاعر ما بتموتش بالتجاهل، هي بس بتسكت شوية وبعدين بترجع أقوى. الانشغال بيبقى زي مسكن سريع المفعول، يريحك ساعتين، ولكن السبب الحقيقي لسه موجود. في ناس بتخاف من السكون، لأن السكون مراية، وأول ما الدنيا تهدى حواليك تطلع الأسئلة المتأجلة من سنين. أنا بحب شغلي ولا خايف أقعد مع نفسي؟ أنا ليه مش بعرف أستحمل دقيقة من غير موبايل؟ الهدوء مرعب للي عمره ما سمع صوته الداخلي، لأن أول حاجة هتطلع مش السلام، هتطلع المشاعر المدفونة، الطفل اللي جواك اللي اتساب، الوجع القديم اللي جواك وما تعالجش، ذكرى بتحاول تنساها، خوف ان انت مش كفاية. عشان كده ناس كتير بتفضل تفضل مشغولة على انها واعية. رمضان بيعمل حاجة عجيبة، بيقلل الضوضاء الخارجية حوالينا، عدد الساعات بيقل، إيقاع اليوم بيهدى، المواعيد بتخف، الليل بيبقى طويل، وفجأة بتلاقي نفسك قدام نفسك، مفيش أصوات كتير، مفيش هروب سهل، في لحظة صفا مع نفسك. اللحظة دي للبعض نعمة وللبعض اختيار، لأنك مش متعود تقعد مع إحساسك من غير ما تحاول تغيره أو تهرب منه. الشفاء مش إن أنت تبطل شغل، ولا إن أنت تعيش منعزل. الشفاء إن أنت تبطل تستعمل الانشغال كدرع يحميك من مشاعرك. في فرق ما بين شخص نشيط وشخص بيجري طول الوقت. اللي بيجري طول الوقت عمره ما بيوصل، لأنه مش عارف هو بيهرب من إيه. جرب تعمل تمرين بسيط، اقعد 10 دقايق في هدوء تام، من غير موبايل، من غير موسيقى، من غير قراءة، من غير أي حاجة خالص. راقب بس اللي بيحصل جواك. لو حسيت بقلق اسأله انت جاي منين، لو حسيت بضيق اسأله انت عاوز ايه، لو حسيت بملل اسأل هو ملل ولا فراغ عميق جوايا. المواجهة مش معناها انك تنهار، المواجهة ان انت تكون صادق. رمضان فرصة لصيام مختلف، صيام عن الضوضاء، صيام عن الهروب، صيام عن الانشغال اللي هدفه التخدير. اقعد، اسكت، اسمع. اللي هيطلع مش ضعف، اللي هيطلع حقيقتك، والحقيقة لو واجهتك أرحم من الهروب الدائم منها، لأن انت طول ما انت بتهرب عمرك ما هتتصلح مع نفسك. سؤالي ليكم النهاردة، وسؤال عميق جدا وياريت تجاوبوا عليه: لو كل مصادر التشتيت اختفت فجأة، الموبايل اتقفل، المواعيد اختفت، الشغل وقف، الصوت هدي، ايه اول احساس هيظهر عندك؟ وايه اول فكرة هتجيلك؟ وهل انت مستعد تقعد مع الاحساس ده من غير ما تجري وتهرب؟
كل واحد يجاوب على نفسه، يقعد مع نفسه ويفهم نفسه. ودمتم سالمين.